وعجل فرجهم وفرج عنا بحقهم واهلك أعداءهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيبي يا رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وعلى آلك السرج الظلمة. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رمز التضحية والفداء ويا شهيد الإباء. عليك الله صلى وعلى الشهداء بين يديك إلى قيام الساعة. وهل ينبغي للعارفين ندامة على فائت غير اكتساب المكارم؟ وما هذه الدنيا بدار استراحة وتحصيل لذات لغير البهائم. على قدر بعد المرء منها ابتعاده عن الروح واللذات ضربة لازم. أما ترى على الله كيف تراكمت عليهم صروف الدهر أيام تراكمي. أما شرقت بنت النبي بريقها وجرعها الأعداء طعم العلاقم. أما أسقطوها لا رعى الله قومها جنين حشاها محسنا يا لهاشمي. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام في حديث طويل لإمامنا المهدي: إن في المهدي سنة من كل نبي فسنته من موسى خفاء حمله وسنته من نوح طول عمره وسنته من يونس
وسنته من محمد. صل وسلم على محمد وآل محمد. خروجه بالسيف صدق إمامنا السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذا الحديث عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يتناول جملة من الإشكالات التي ترد من الطرف الآخر على إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن هذه الليلة سنتناول المحور الثاني من العنوان الذي قدمناه، مسلسل الإمام المهدي في القرآن والسنة. فانتهى المحور الأول من المسلسل عبارة عن 3 حلقات. الأولى معالم الحكومة المهدوية، والثانية منجزات دولة الإمام المهدي، والثالثة صفات أصحاب الإمام المهدي في القرآن. وقبل أن أبدأ هذه الليلة المحور الثاني من المسلسل، أتقدم حقيقة بالشكر الجزيل إلى القائمين والقيمين على هذه الحسينية المباركة وهذه العائلة الكريمة، عائلة المكي، وعلى رأسهم الأخ الفاضل الأستاذ خالد المكي حفظه الله على هذه الاستضافة. وأتقدم إلى الجميع بالشكر الجزيل كذلك، وأن يأخذوا بقدمي نحو سكة أبي عبد الله الحسين ويصححوا الأخطاء إن صدرت في حق أي مستمع من المستمعين، والعذر عند كرام الناس مقبول. هذا الحديث الشريف أعطيه عنوانا وعريضا، وهو الإمام المهدي مجمعا لسنن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه الليلة سوف أتناول سنة من سنن الأنبياء في هذا الإمام العظيم. وبالطبع السنة الأولى سنته من موسى، خفاء حمله، وهو رفع الغموض وإزالة الضباب المانع من الرؤية لولادة الإمام المهدي في هذه الحالة الاستثنائية، حتى نصل أقدم مقدمة لها مدخلية في صميم البحث. العنوان: الإمام المهدي مجمعا لسنن الأنبياء. ماذا تعني السنة؟ وما هي أنواعها؟ وثالثا، أبرز السنن من الأنبياء هذه الليلة.
النقطة الأولى: سنن جمع سنة، والسنة هي الفعل الراجح من الناحية الشرعية. هذا الفعل الراجح أعم من كونه واجبا أو مستحبا. كل ما كان الفعل المتقرب به العبد إلى الله راجحا يسمى في المصطلح الفقهي بالسنة. مثل غسل يوم الجمعة من السنن ولكنه مستحب، مثل صلاة الظهر سنة من السنن ولكنها واجبة. ويطلق عنوان السنة على دائرة أضيق، على المعنى الخاص. السنة إذا أطلقت أريد به الفعل الراجح ولكن في دائرة خاصة، مثل الأفعال المستحبة والأفعال المكروهة، بين الفعل الراجح والمرجوح. يسمى هذا العنوان ماذا؟ بالمسنونات. وقد ألفت كتب في جمع المسنونات عن رسول الله، يعني الفعل الراجح الخاص والفعل المرجوح الخاص، بين هلالين المستحب والمكروه. وعندنا تطلق العبارة وهي سنة ويراد منها أعم كل فعل أو قول أو سلوك مرضيا عند الله. هذا المعنى ما نعبر عنه بسنة النبي، سنة النبي المصطفى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ماذا تشمل فعله وقوله وتقريره. قوله مثل هذه الأقوال الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلا: السلام اسم من أسماء الله، ألا فانشروه في العالمين. هذا قول يعني يحثنا على ماذا؟ على ثقافة السلام وعلى إجراء هذا السلوك السلمي، وهو ماذا؟ عبارة رفع التحية للآخر. قل السلام عليكم إذا رأيت المؤمن. والفعل: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلت لنا صلاته صلى الله عليه وآله. سكوته حينما يصدر فعل من المسلمين والنبي يسكت، هذا يعبر عنه بالإنظار. هذا الإنظار عبارة أخرى عن ماذا؟ سنة النبي. ولذا ماذا يناقش اليوم عند العلماء والفريقين سنة وشيعة، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله. والأمر الرابع: يطلق على السنة أو تطلق السنة ويراد منها ماذا؟ يراد منها الظاهرة. وهذه الظاهرة لها معنيين. المعنى الأول الظاهرة الاجتماعية، يعني العادات والأعراف
الاجتماعية الجميلة. هنا تأتي الرواية وتقول ماذا؟ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا يسمى سنة. مثالين. مثال أول مسألة ماذا؟ المشاريع الاجتماعية الطيبة، مثل إقامة الزواج، ولكنه ماذا؟ جماعيا. الزواج بما هو زواج مستحب، ولكن الزواج بهذه الطريقة المألوفة في المجتمع كهذه القرية المباركة، وقد ماذا؟ أقامت الزواج الجماعي ماذا؟ في بداية شهر شعبان صار الزواج الجماعي. قبل 30 سنة كان موجود عندنا هذه الحالة؟ ما كانت موجودة. واضح؟ تحصل الإخوان اثنين من أم وأبو كل واحد يتزوج بليلة. الآن تجمع لك في قرية واحدة 30-40 من أسر متعددة ضمن هيكلية خاصة وإدارة معينة ويقام الزواج. هذه ماذا؟ ظاهرة طيبة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أو تصير لنا ماذا؟ ظاهرة اجتماعية إلا أنها سيئة. مثلا ظاهرة التفحيط وظاهرة التدخين في الجيل الشبابي ما كان موجود عندنا سابقا شيء يسمونه تفحيط. الآن طلع لنا فقع جديد. واضح؟ وصاروا ماذا؟ يشار إليهم بالبنان، فلان 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 ماذا؟ بجروب الفلاني مال التفحيط، ويروحون يجمعون أصحابهم وأصدقائهم. هذه ظاهرة لكنها سيئة، عليه وزرها ووزر من عمل بها. هذه تسمى ماذا؟ بالسنة الاجتماعية. السنة الأخيرة من الظاهرة هي ماذا؟ الظاهرة الإلهية، بمعنى ماذا؟ النظام والقانون، والتي ذكرها الله سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. القوانين الإلهية ثابتة. مثلا قانون الجاذبية ثابت منذ خلق الله الكون. القوانين الفيزيائية، القوانين الطبية، القوانين الرياضية، ما شاء الله من القوانين، هذه تسمى سنن إلهية. هذه السنن هي التي تحكم الكون والنظام الكوني والاجتماعي، فهذا ما يتغير أبداً. حينما يطيح الإنسان من الأعلى إلى الأسفل يتكسر، سواء كان قاصد أو غافل، ماكو فرق. مو هذا الأعمى ماذا؟ تسلم أضلاعه، لا. المصطلح الشعبي مالنا القانون العرفي ماذا؟ شو يقول؟ القانون لا يحمي المغفلين أبداً. مثل القوانين ماذا؟ الاجتماعية والسياسية، في قانون في كذا من الناحية المرورية وكذا، يقول والله أنا ما دريت، نسجل عليك مخالفة وبعدين يقول ما دريت. واضح؟ أما الآن القانون ما يحمل مغفلين. فمن هذه المقدمة أقف على قول الإمام زين العابدين: إن في المهدي سنة من كل نبي. من أي المعاني؟
المعاني ماذا؟ الظاهرة فقط. هذا الحديث له ماذا؟ زاوية محددة، ولذا ماذا الدليل على أنه زاوية محددة؟ ذكر نمط السنة، سنته من موسى خفاء حمله، سنته من نوح طول عمره، حتى يرفع الإشكال إنه يا جماعة ترى مو فقط المهدي اللي ماذا الله خفى حمله، موجود له ماذا؟ نموذج من أولي العزم وهو النبي موسى عليه السلام. نتكلم أولا عن القانون العلمي والقانون الطبيعي في الحامل. ما هو القانون الطبيعي والعلمي في الحامل؟ القانون العلمي والطبيعي نعبر عنه بالقانون الفيزيائي. لدى المرأة إذا حملت يحدث عليها تغير من التغيرات. ما هو التغير؟ إبانة الحمل، يتغير هيكلها، البطن والصدر وفلان، انقطاع الدورة الشهرية، مدة محددة لفترة الحمل أقلها ماذا؟ 6 أشهر على ضوء النظرية القرآنية ونظرية أهل البيت عليهم السلام والنظرية العلمية. حتى العلم ماذا؟ توأم مع الدين، ما يصطدم. حتى العلم اليوم أثبت على أن أقل مدة للحامل 6 أشهر. فهنا الآن هذا الوضع الطبيعي، هذا القانون الإلهي في حمل النساء بأولادهن، كما أن الحمل من الناحية الطبيعية والإلهية ماذا؟ لا بد أن يلتقي الزوج بالزوجة ويصير ماذا؟ علاقة جنسية بينهما، يقذف الرجل نطفته تستقر في الرحم بعملية كيميائية محددة. لماذا؟ لأن هذا مصنع كيميائي بعملية كيميائية محددة، أن ماذا؟ تكون البويضة جاهزة للحمل. إما ما كانت جاهزة ما يصير حمل، لو قذف إيش ما قذف من هذه المادة. فإذا ماذا؟ بطريقة كيميائية خاصة يصير حمل. لكن نرى هذا القانون الإلهي ماذا؟ صار في استثناء، صار في تعطيل. خلني أقرب إليك الفكرة. مثلا من القوانين الإلهية النار ماذا؟ تحرق، هذه طبيعتها. إذا ما تحرق ما تسمى نار. النار من طبيعتها من ذاتياتها ماذا؟ الإحراق. ولكن في استثناء ولا ما في استثناء؟ في استثناء. يعني الله سبحانه وتعالى، انتبه، هو الذي وضع هذه الخاصية في النار، وهو الذي وضع خاصية ماذا؟ إطفاء حرارة العطش بالماء. لكن يمكن يسلب ولا ما يمكن؟ يمكن يسلب. هذا القانون في النار: يا نار كوني بردا وسلاما. وفي الماء حينما وقف أحد الأعداء في كربلاء مواجها لأبي عبد الله دعا عليه ماذا؟ بالعطش، فكلما شرب ماء ازداد عطشا حتى انفجرت أمعاؤه. فهذا الماء سلبت ماذا؟ الخاصية، وهو ماذا؟ الإرواء وإطفاء حرارة العطش. فقط أريد أقرب هالفكرة بهذين المثالين. من هنا خفاء الحمل على غير الطبيعة. الحالة الطبيعية ماذا؟ أن تبرز ماذا؟ مظاهر الحمل عند الحامل، ومدة أقلها 6 أشهر. خلونا نشوف الآن قصة النبي موسى أولا. هل كانت السنة الطبيعية أو على خلاف الطبيعة؟
وذلك ماذا؟ لحكمة من الله سبحانه وتعالى. الوضع الطبيعي أن المرأة الحامل يبرز حملها ول6 أشهر أقله، لكن النبي موسى الروايات ماذا تتحدث؟ عن مدة الحمل 6 أيام فقط، 6 أيام، بمعنى نمو سريع. مال الشهر ياخذه في يوم بالماذا؟ بالنظام الملفات المضغوطة، واضح؟ 2 حتى هذه الأم المباركة لم تعلم أنها حامل، خفي الحمل حتى على أمه، وإنما في الأيام الأخيرة أدركت أنها حامل. ليش هذا الاستثناء؟ الاستثناء هذا نتيجة الحاكم الجائر وهو فرعون. فرعون هذا رأى رؤيا أن نارا من الأرض المقدسة من فلسطين طلعت وإجت على مصر، وقد أحرقت جميع البيوت بمن فيهم ماذا؟ بيت فرعون، إلا الإسرائيليين، ولا حتى الشعب القبطي كله جاءت النار عليه. الإسرائيليين عبارة عن نسل النبي يعقوب، واضح؟ انتبه، عن نسل النبي يعقوب. مصطلح الإسرائيلي سابقا يختلف عن الآن، واضح؟ انتبه، أنا حينما نقول فلان إسرائيلي يعني ينتمي إلى هذه الدويلة اللقيطة الغاصبة المحاربة للإنسانية وللمسلمين عموما. فهذه النار التي رآها في الرؤيا جاب المطاوعة مالينه، جاب الشيوخ، تعالوا فسروا لي الرؤيا. قال هذه الرؤيا تفسيرها إن الله سوف يولد هذا العام مولود يكون هلاكك على يديه. عجيب. الآن بربك أنت الآن وأنت في هالقرية، لو جالك اتصال رقم مجهول وقال لك بس تطلع من الدار ونختطفك، تطلع ولا ما تطلع؟ لا أبدا ما تطلع. إذا أنت عاقل ما تطلع. إذا ذاك البعيد مجنون، إحنا ما نتكلم مجانين، حنتكلم عن عقلاء. العاقل بما هو عاقل ماذا عند العقلاء؟ يعتني بالمحتمل، إن مجرد احتمال مو بيقين، مجرد احتمال إن سيارتي ماذا تبنشر، مو تبنشر بروحها، يبنشروها ذول إخوان الشياطين، واضح؟ إن لأنه عاقل يلتزم. فرعون عاقل ولا مو عاقل؟ عاقل، واضح؟ فرعون عاقل، رتب أثر ولا ما رتب أثر على الرؤيا وتفسيرها من أجل أنه يحمي نفسه، ولأنه حاكم على مملكة كبيرة جدا وصل فساده وعلوه وفرعونيته إلى ماذا؟ أن يدعي مقام الربوبية، أنا ربكم الأعلى، مثل الآن بعض الدول الكبرى المستكبرة. فصدر قرارين، قرار حق وزير الصحة وقرار حق وزير المخابرات. حق وزير الصحة قال أي مرأة لها ملف عندكم جيبوها، وشكل ماذا؟ عناصر. إلى الأمر الثاني للمخابرات، شكل عناصر أمنية مخابرات لكن من القطاع النسوي، لأن المرأة هي اللي تعرف المرأة حامل. فشكل هالقرارين ووجههم للوزيرين، وزير الصحة ووزير الأمن. كثر القتل في الشعب. دليل الكثرة ماذا؟ يقتل، يذبح أبناءهم.
ويستحيي نساءهم. صار كثرة الذبح والقتل في الأطفال بالخصوص، إذا مولود ذكر كتلة، وإذا المولود أنثى يسترقها، يستحيي يعني يجعلها رق حتى يوجع قلوب أهلها. من كثرة القتل الرواية تقول ماذا؟ صار تفاوض وياه ذول الأعيان والوجهاء ورؤساء الأحزاب والمنظمات الحقوقية، شكلوا ضغط عليه، قال يا آدمي تعال خلنا نتفاوض، ما نطلب منك توقف القتل ما نقدر، لكن ماذا نتفاوض وياك سنة وسنة على الأقل، سنة اذبح وسنة لا تذبح. رواية جميلة اليوم العصر كنت أقرأ يعني في قصص الأنبياء للسيد نعمة الله الجزائري عليه الرحمة. الرواية عن الإمام الباقر يقول السنة التي امتنع فيها من قتل المواليد ولد النبي هارون، أخوك يا موسى، هارون أكبر. السنة الثانية رجع القرار قتلوا الأطفال. هنا ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أكمل الحمل لموسى في بطن أمه، ما شافت أم موسى إلا ماذا؟ آن وحانت ولادتها، آثار الولادة طلعت عليها. ايش سوت؟ طبعا ماذا؟ هي ماذا؟ امرأة مؤمنة، وبالتالي ماذا؟ جبرائيل الخبير الاستراتيجي الأمني يرعاها ويعطيها الخطط الوقائية، واضح؟ قال لها رسل على ولادة. اجت والولادة ماذا؟ يعني من اللجنة الطبية مالت الحكومة، ممرضة، ما عندنا ماذا ولادة من غير الحكومة، ممرضة. ذيك الأيام بعد ولادة في البيت، الحين ما في الحمد لله انتهت، زين. فكل الولادات في زمن فرعون ينتمون إلى وزارة الصحة، جيبون لنا امرأة ولادة جابت. اليوم ماذا تقول؟ الله ختم على لسانه، ما تحكي ما تتكلم. تمت الولادة، قالت أم موسى روحي جيبوا لنا تابوت، روحي حق النجار يسوون لنا تابوت. سأل ايش عندكم؟ قالت عندنا كذا 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 جنازة، يعني شوف الجانب الأمني مناسب إن احنا عندنا جنازة نبغى ندفنها. طبعا ماذا؟ طلع هو عرف. فتقول الرواية، انتبه الرواية جميلة جدا حقيقة، اليوم العصر شدتني. الرواية تقول من اجى النجار وبعد ما طلعت هذه الولادة كانوا ماذا؟ المخابرات على الباب يتابعون، المخابرات على الباب. بس شافوا طلعت هذه المرأة غريبة، قالوا أكيد عندهم شيء، بيدخلون بيسوون مداهمة. ايش سوت الأم؟ الولد غالي. فتقول الرواية أن أم موسى لفته في خرقة، ومن ذهول العقل، عقلها انذهل، كان موجود عندها تنور في البيت يشتعل نار، أخذت النبي موسى وذبته بالتنور. وأخت الطالع، عندها أخت بنت، هي أخت الطالع، تشوف ماذا؟ أمها ذبت الطفل في التنور. دخلوا المخابرات سووا مداهمة، وش عندكم بالبيت؟ أبدا. فتشوا ما في أحد، واضح؟ الرواية تقول مجرد خرجوا قالت له يمه ايش سويتي؟ ذبيتي أخوي في التنور، واضح؟ الله ايش قال في حق جد النبي إبراهيم؟ يا نار كوني بردا وسلاما. قالت افتحي التنور، طلعت التنور وإذا النبي موسى سليم. صلى على محمد. بعدت ماذا؟ العناصر الأمنية عن البيت، إن ما في البيت أحد، ما عندهم مواليد، واضح؟ فالنبي موسى الله سبحانه وتعالى سلم في التنور، لكن ماذا؟ اجي الخطة الأخرى،
إيش قال لها الله؟ وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شربت الحليب صح، أعطته كمية اللي تكفي ماذا ل3 أيام، واضح؟ حق 3 أيام شربته حليب، وقالت حق أخته خذيه، وراحت وياه وذبوه بالشرط. في طريقة أمنية لطيفة، فقالت لأخته قصي، يعني اتبعي الأثر ماله، زين؟ فبصرت به، يعني من بعيد الطالعة، واضح؟ فبصرت به، كانت تراقب وتتابع، والله سبحانه وتعالى حفظ. في كل يوم الرواية تقول إن فرعون ويا زوجته المؤمنة آسيا طالعين في رحلة بحرية يتنزهوا، وشاف ماذا الأمواج تلعب بشيء، الذبة فوق وتنزل تحت، عطى أمر حق ماذا خفر السواحل، قال شوفوا هذا شنو الجسم اللي يتحرك، خفر السواحل، ألقوا القبض على هذا الجسم، وإذا هذا تابوت. وصل التابوت إلى من؟ إلى يد فرعون. الحين السكين في يده ويدور الأطفال، يدور في السماء، شلون الآن شايفينه بالأرض، فتحوه، أوه طفل، هذه المنية الآن يبقى يتغدابه يذبحه. يعني هنا الله سبحانه وتعالى هذه المرأة المؤمنة ألهمها. من هي؟ آسيا، هذه مرأة مؤمنة، سيدات نساء العالم 4 منهن ماذا؟ مريم وآسيا بنت مزاحم. هذه رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذه زوجة فرعون. قالت له يا فرعون ترى احنا ما عندنا جهال ذكور، محرومين، اتخذه قرة عين لنا، خلنا نربيه نتبنيه. هذه وزارة الداخلية ما يقدر بعد عليها. اي والله أوامر وزارة الداخلية ماذا مطاعة. سمع كلام المرأة وأخذ الوليد إلى بيتهم. الآن أخت موسى ماذا تراقب الوضع، ودخلت وياهم البيت، والنبي موسى قام يصيح بعد 3 أيام، خلص الحليب، نفد الحليب، كل ما جاء باله مرضعة ما قبل يشرب. ايش قالت اخته؟ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له من الناصحين. ايش بعدين صار؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها وتربى. أجيب قصة وأختم بها. أتربى شوي، قام يقعد على الصينية ويا أمه وأبوه. الحين فرعون صار أبوه الظاهري، وآسيا كأنها مربية وهي اللي ربت الصج، واضح؟ فحينما كان يأكل الطعام موسى كان يحمد الله، يقول الحمد لله رب العالمين. اجا فرعون لطمن على ثمن. ليش؟ لأن هذا يخالف مبدأ فرعون، أنا ربكم وأنا ولي نعمتك، عموما ماكولة ومذمومة، الحين أنا اللي أوكلك والحمد الغيري، تقول الحمد لله. هذا نبي مرتبط بالسماء، اجا لطمه. موسى عليه السلام مسك لحية فرعون، كانت لحيته طويلة مثل بعض الناس، طول هذه وقصر هذا حتى يلتقيا، ايش كثر، زين، لابس له تنورة والوجه كله مكنسه حتى يلتقيا. مسك لحيته وهو جاهل، بس الله عطيه قوة،
عندي قوة، مشعش لحيته كلها كانها لحية مركبة صارت. اي والله تحسب بعض الأحيان يطلعوا لك ناس على التلفزيون يقول حشري مو بلحيته وادم، كلها مركبة يعني مال التجارة، يعني هذا يتاجرون بالدين. مشع لحيته، خاف فرعون. من اللي يقدر يمس فرعون؟ أراد يقتله. قالت له موسى آسيا تعال تحط راسك وراس الجاهل. هذا جاهل. قال وين جاهل؟ جاهل يمسك لحيتي ومشعها كلها، هذا شلون ذا كبر وش يسوي؟ زين. فقالت له عندي طريقة إليك، هذا ما يميز، حط له تمرة وحط له جمرة، شوف ايش اللي ياخذ. إذا أخذ التمر ذبح يعني يميز، لكن إذا أخذ الجمر ما يميز. فحط قدامه تمرة وجمرة. أراد النبي موسى يمد يده على التمر، جبرائيل نزل أخذ يده وحطها على الجمرة. قال أخذ الجمرة. أخذ الجمرة وحطها في فمه. إيش صار؟ يتأتئ. ويقول الآية الكريمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. هذه العقدة هذه سببها النار، حقت لسانه شوية. المهم كبر النبي موسى، صار رجال، بلغ من العمر أشد 40 سنة. أعلن الثورة وأعلن الشعب يريد إسقاط النظام. خلاص ما في تفاوض بعد ويا فرعون. ودخل ويا فرعون في معركة بحرية. هذه النكتة ترى ليش الله قال حق أمة ذبيه في البحر، مو حطيه فوق الشجر ولا تحت الحجر، حتى الله يعطيه دورة عسكرية، ولكن ماذا؟ بالنمط البحري. دورة عسكرية ولكن في الكلية البحرية ما ل3 ساعات. وفعلا أخذ ماذا؟ التدريب العسكري. في نهاية المطاف دخل مع فرعون في معركة بحرية. ما هي النتيجة؟ غرق فرعون ونجا موسى ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إمامنا المهدي أول سنة، أي ظاهرة من الظواهر من الأنبياء. هذه الظاهرة خفاء حامل. ليش الله خفى حمله؟ لأن النبي قد أخبر أنه سوف يولد لمولود يكون ماذا؟ هلاك الظالمين كلهم على يديه، مو هلاك فرعون واحد. إذا النبي موسى الله يهلك فرعون على يده. إمامنا المهدي كل الفراعنة سوف ماذا؟ يقضى عليهم. هذا النبي أخبر. وماذا؟ مو رؤيا، ماذا؟ رواية وصلت حد الرواية التواتر. وإذا كان فرعون اعتمد على رؤية، فهنا ماذا؟ الظلم اعتمدوا على رواية. ولذا ماذا؟ الحكومة العباسية ماذا اتخذت من إجراء؟ اعتقلت والد الإمام المهدي، الإمام العسكري. لماذا سمي العسكري عسكري؟ لأنه اعتقل ووضع تحت الإقامة الجبرية. في وين؟ في المؤسسة العسكرية. نعم، في الكلية العسكرية، في الثكنة العسكرية، في القاعدة العسكرية مالت الحكومة العباسية بجوار قصورهم، حتى يمنعوا ماذا؟ تكوين الإمام المهدي. استوى ولا ما استوى؟ أي خفاء حمله. إذا الله خفى حمل موسى وقبلناه، لابد أن نقبل ماذا؟ الإمام المهدي. النبي موسى في 6 أيام، لكن الإمام المهدي في 6 ساعات. شوف، 6 ساعات. أم موسى ما كانت تدري إنها حامل. السيدة نرجس تدري ولا ما تدري؟
ما تدري. ليلة النصف من شعبان دعا إمامنا العسكري عمته حكيمة السيدة أخت الإمام الجواد عليه السلام بنت الإمام الرضا، عم حكيمة فطورش الليلة ويانا حبا وكرام فطرة. قال نامي عندنا الليلة ما تطلعين خير. قال لها الليلة سوف يولد لنا حجة الله. خبر يقين. اتفاجأت. ممن؟ ما أشوف أنا الليلة عاد. ممن؟ قال من نرجس. أشار لها من نرجس. راحت تركض تسلم على نرجس. السلام عليك سيدتي مولا. عجيب استغربت نرجس. أنا أنت سيدتي. ليش تنقلوا بالآية؟ قالت أنت الليلة ماذا تولدين مولود حجة الله. استحالت، ما في آثار حمل، حتى هي ما تدري، لكن متيقنة أن الخبر يقين. إذا انتهينا من ماذا؟ خفاء حمله. لكن الله سبحانه وتعالى أخفى حمل النبي موسى ليسلم الشعب من القتل. هكذا الله أخفى حمل الإمام المهدي من أجل أن تسلم رقبة الإسلام. ولكن رسول الله ماذا؟ فدى الإسلام بأبنائه من أجل أن تسلم رقابنا. والله رواية تقشعر منها الجلود. الرواية تقول عدد الأطفال الذين ذبحهم فرعون 90,000 طفل. 90,400 امرأة حامل شق بطونهن. الآن لو لم يعلم أن هذا المهدي كم طفل يروح من المسلمين ومن البشر؟ ملايين. ولكن ماذا؟ الأعداء يرصدون يعرفون أن هذا هو المقصود. واضح؟ لذا سلم لنا رقابنا. وأول ضحية من أطفال آل الرسول من؟ لا والله يا أبو المحسن هذا أول طفل. ماذا ضحى النبي به من أجل سلامة رقبة الإسلام؟ أول طفل المحسن الصبت شهيد الزهراء، وآخر طفل في كربلاء قبل أبيه عبد الله. نعم. إذن هذه الليلة نتحدث مع ماذا؟ مع الشهداء. ولكن ماذا؟ الشهداء الأطفال السقط المحسن وعبد الله الرضيع. هناك حوارية ثنائية بينهما. يا محسن ترضى يفطمني سهم مشوم في نحري وانا في كف ابو السجاد، ما وصل سنة عمري يا عمي تحتمل تسمع بحالي وش فعل دهري، حملت انصاب يا عمي ما يتحمله انسان، يا عبد الله اذا الحسين اخوي عليك العبار، انا ام الخزل انا ام اللطم خدها ولا تحرك عن الكرار، اذا صدر امك تيبس بصدر امي نبت مسمار، اذا صدر امك تيبس بصدر امي نبت مسمار. نعم قدم الحسين ولده عبد الله في أرض الشهادة والكرامة من أجل أن يبقى ما قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، وتلقى حسين دم الطفل
بيده شحال يجتلب حضنه وليده السال وترى تشفى من يريده وذبل السماء وللقاع ما خاف ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. نسألك وندعوك برقبة عبد الله الرضيع إلا سلمت رقابنا من كل سوء ومكروه، وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل عملهم، وسع في أرزاقهم، احفظهم وذويهم إلى روح موتاهم وموتاي والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة قبلها صلاة.